حطيت عليه ملح وشوي زيت زيتون، بحركه كذا، بعدين بحطه بوسط هذه وادخله القلايه. انا طبعا قطعت البطاطس بدون ما اشيل القشر، عادي اذا تبي تشيل القشر او تخليه كل واحد. ميسا تاخذ كميه كبيره. ونشغل الشوايه. الان غلقت 25 دقيقه على حراره 220 على نفس اللي هي عطت. هذا البطاطس ما شاء الله تبارك الله. شوف هذا خليه فوق. يا سلام، بطاطس مقلي بدون زيت. عز الله انه شيء ما شاء الله تبارك الله ومقرمش. مميزاتها ايضا انك تقدر تستخدمه مثل القلايه العاديه. هذه بعد تجربة البطاطس بقلاية إديسون نقول وداعا للقلي. خلاص جربنا بأكثر من مكين وأكثر من جهاز قلايات هوائية بشركات متنوعة صراحة. القلي البطاطس هذه رقم واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنسوي حشوة دجاج، حشوة سمبوسة دجاج. عندي بصل وثوم شوي، دجاج مفروم، وعندي البهارات بابريكا، فلفل أسود، كركم، ملح الموجود عندك في الغالب، وعندي جزر وفلفل أحمر مو بحار، نص نص حسب الرغبة، أو بابريكا اللي هو الشطة. شيء بكشن بشوي زيت زيتون. نحط البهارات. استوى نص استواء، الحين أحط الجزر والفلفل. جاهزة الحين، بس ننتظر تبرد وبعدين نفرم عليها كزبرة أو بقدونس. خلاص الآن نضيف الكزبرة والبقدونس بعد ما بارد. دي طرايق مقرمشة، بس أبى أجربها بقلاية إديسون الجديدة. بحطها بهذا اللي يدور، شفتوا؟ إن شاء الله إنها تبي تضبط. طبعا دهنتها بس بزيت زيتون شوي. بسم الله. على السمبوسة عطت 180 وشغلت الشواية. بسم الله، حرارة 180 12 دقيقة. بسم الله. طبعا هي غلقت 20 دقيقة على الحرارة 200. يعني اللي هم حاطين للسمبوسه لا تحتاج اكثر، او يمكن عشان انا كثرت عدد السمبوسه اللي بعد، ولكن طلعت شيء خرافي ما شاء الله. شوفوا شلون ما شاء الله تبارك الله، قرمشه والله الله الله الله، فعلا مقرمشه.